السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. متنسوش بقى قبل الفيديو نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. لايك بقى للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة بقى انا كنت مقررة الغدا يبقى غدا شعبي، فقلت اعمل حاجة كده جنب البطاطس والتونة. فهعمل صينية عجة او صينية بيض ببصل. تعالوا اقول لكم هنعملها ازاي مع بعض. معايا هنا صينيه على النار، هحط فيها زيت وهنزل ببصلتين مفرومين في الكبه بقى، في الخلاط، في الخلاط ايه، في الكبه تبشريهم او هتقطعيهم على ايدك تقطعي صغير زي ما تحبي. انا مش هحمر البصل، انا يا دوب هدبله بس يصفر معايا. هقلب بقى في البصل بتاعي كده اشوحه في الزيت كويس جدا لحد ما يصفر. هكون مجهزه بقى على الرخامه جنبي كل الحاجه اللي هشتغل بيها: بيض وخضره متقطعه، فلفلايه خضره مقطعاها مكعبات صغيره، معلقتين دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر او كربوناتو اللي هي البيكنج صودا، ويا ريت لو في كربوناتو، لكن لو مفيش يبقى البيكنج باودر زي ما انا استعملت عادي. ملح وفلفل وكمون، وكمان كوبايه لبن صغيره او نص كوبايه لبن صغيره. هنقلب بقى في البصل كده وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. صينيه البيض او العجه، صينيه العجه بالطريقه دي حلوه قوي. اللي ما جربهاش يجربها هتعجبه. هجيب بقى بوله هكون اكسر فيها البيض، معايا 5 بيضات. انا هنا كنت مقطعه كمان خضره مشكله شبت وبقدونس وكزبره، وكمان مقطعه فلفل اخضر زي ما قلت لكم. اكسر بقى ال5 بيضات كده زي ما انتم شايفين. املح بقى، احط ملح، فلفل اسود، وهحط ملح، كمان هحط كمون. هجيب بقى المضرب او شوكة او معلقة وابدأ ارب البيض دوت او اضرب البيض ده مع بعضه كده. ممكن كمان لو موجودة عندنا عجينة من بتاعة الطعمية ننزل عليها بعجينة، هتبقى حلوة. هنا بقى كان البصل اصفر معايا. هنعمل ايه بقى؟ هصفي البصل من الزيت وهاخده في طبق بعيد عن الصينية. ممكن تصفيه في مصفى، انا هصفيه كده بالمعلقة دي. احنا طبعا لسه هنحتاج الصينية. 5 بيضات في صينية صغيرة، لو هتعملي صينية اكبر ممكن تزودي، يعني معاكي لحد ما 10 بيضات في الصينية الكبيرة. ولو بتحبي طبعا البيض اكتر زودي عادي. هاخد بقى كل البصل من الصينية وهركنه على جنب يبرد. انا مش عايزة البصل سخن خالص، يعني مش هشتغل بيه وهو سخن، لازم يبرد الاول. هاخد بقى البصل كده احطه على جنب. هنا بقى هنزل بمعلقتين كبار دقيق واحط اللبن الاول. انا حطيت بالظبط نص كوبايه.
معلقتين دقيق ومعلقه بيكنج باودر، دول كانوا شويه في الكيس كده، معلقه بالظبط. هضربهم بقى كويس مع بعض لحد ما افك الدقيق، انا مش عايزه فيه اي كلاكيع او اي تكتلات. طبعا انا مقطعه كمان قطع كده من الفلفل الحامي او السبايسي، وحطيت على يعني على حرف المعلقه كده هريسه شطه كمان. هنا انا كنت فككت الدقيق كله كده وظبطته. هنزل بقى بالخضره والفلفل اللي انا مقطعاه. اول ما دخلتها الفرن كانت الريحه قلبت الدنيا والله بجد، وطعمها حلو جدا. لو ما جربتيش بقى البيض بالطريقه دي او ما جربتيش الصينيه دي قبل كده فايتك كتير، جربيها هتعجبك. هحط بقى كمان البصل وهقلبهم كويس قوي، وبعد كده احطهم في صينيه. الصينيه الاول انا هولع عليها على النار. الصينيه تسخن قوي والزيت يسخن. اول الزيت ما يسخن هنزل بالخليط عليه. اول ما انزل بالخليط هروح مدخلاه شايلاه من على البوتاجاز ومدخلاه الفرن على طول. وهسيبها تستوي بقى لحد ما تاخد لون من فوق من غير شوايه ولا اي حاجه خالص. ده كان شكلها، بصوا بقى شكل البيض. طري جدا من جوه ومستويه كويس جدا، طعمها حلو قوي، غير انها مفيده جدا. وبالهنا والشفا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. اسيبكم بقى، مع السلامه.